ازيكم وعاملين ايه؟ والله عايز اقول لكم انا شخصيا وحشتني قوي 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 فيديوهات الترشيحات دي، وبعتذر لكم ان احنا بعد ما كنا متعودين كل 3 شهور بننزل كل ترشيحات في كل فئة سعرية مختلفة، ولكن بقالنا فترة كبيرة قوي قوي، بقالي حوالي 4 شهور ما نزلتلكوش ولا فيديو ترشيحات واحد. مش عارف ليه، بس غالبا والله اعلم بسبب الضغط الشديد اللي كنت فيها الفترة اللي فاتت، ولكن الحمد لله عرفت بشكل ما ادبر لكم شوية وقت كده ارجع تاني ارشح لكم موبايلات، بدل ما في ناس كتير جدا بتبعت لي اسئله، وللاسف يعني انا اسف على الموضوع ده، مش بعرف ارد على كل التعليقات، ولكن على قد ما اقدر برد عليكم. يعني في ناس كتير انا عارف من اللي بيشوفوا الفيديو ده هيلاقوني اكيد برد عليهم، فلاي حد ما ردتش عليه لاي سبب إن كان ما يزعلش مني، انا اسف. جيت لك اهو بفيديو ترشيحات كامل لفئه ال 10000 جنيه او فئه ال 200 دولار امريكي. وعايز اقول لكم في الفيديو ده انا مش هقف بس على 10000 جنيه بالتحديد، ولكن هنتكلم من 10 ل 12، يعني لان طبعا احنا عارفين مع فرق العمله ده بقى زياده 2000 جنيه، يعني بنتكلم في 40 دولار فرق، فعالميا ده يعتبر انت ما طلعتش من الفئه بتاعتك، ولكن هنا في مصر لا، ال 2000 جنيه دول ممكن يفرقوا معاك شويه. فاحنا هنتكلم عن موبايلات ب 10000 ل 11000 و 12000، والفئه دي انت مثلا معكش ال 12 فتروح للموبايلات اللي ب 10، معاك 10 وممكن تزود ال 12 تروح للموبايلات اللي ب 12 يكونوا احسن، وهكذا. بس قبل ما نخش على الترشيحات على طول بفكرك باللايك بتاعك الجميل، انزل اعمل لايك دلوقتي حالا، اللايك بلاش وبيفرق معايا جدا 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 في دعم النوع ده من المحتوى، لان تقريبا مفيش اي استفاده من القناه هنا غير المشاهدات بتاعتكم واللايكات والدعم بتاعكم، فلايك جميل مش هيخسرك حاجه. وطبعا لو انت مش مشترك تشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر، ويلا بينا على اول شركه معانا. طيب لو انت اول مره تشوفني او نسيت احنا كنا بنعمل الترشيحات ازاي، فانا كنت بمسك شركه شركه واقول لك افضل موبايل موجود عند الشركه دي في الفئه السعريه اللي بنتكلم عنها، وهنمسك الموبايل ده لو هو جميل هنقول مميزاته، وهنقول طبعا اهم حاجه على عيوبه، لان مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش عيوب انتوا عارفين، لان في ناس بتزعل من حته العيوب دي مش عارف ليه. يا ده انا صريح معاك يا عم. ولو الموبايل الفلاني مثلا من الشركه الفلانيه طلعت عيوبه اكتر من مميزاته، هنطلعه بالشركه بتاعته بره الترشيحات خالص، ويعني مش هيفرق معانا حد ما تقلقوش. وانا بعمل كده لان في ناس مثلا تقول لي انا ما بحبش سامسونج، انا عايز من اوبو، يجي واحد تاني يقول لي انا بكره اوبو انا عايز فيفو، فلازم نرضي جميع الاذواق. ايه رايكم نبدا بالتقيل؟ خلينا نبدا بالتقيل، نبدا باول شركه معانا وهي شركه سامسونج. سامسونج واللي عندها واحد من افضل الموبايلات اللي موجودين في الفئه السعريه دي كلها، هو السامسونج جالاكسي الاي 17، الموبايل اللي كان نازل ب 8000 جنيه وقعد يتسحب كده واحده واحده ل 9000 جنيه، بعدين 10000 جنيه، والنهارده بقى سعره كام؟ 11500 جنيه للنسخه 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه تخزين، عمال يطلع واحده واحده كده. بس في منه نسخه اقل لو انت مش همك المساحه قوي، 128 جيجا مساحه تخزين و6 جيجا بايت رام. المهم الموبايل ده مميزاته كالتالي: اولا شاشه جميله من نوع سوبر اموليد وبتردد او الفريش ريت 90 هرتز، الشاشه كانت تجربتها جميله قوي معايا. بس وعلى غير العاده فسامسونج ما بقتش هي ملكه الشاشات، يعني لان اسمع معايا كمان شويه هنشوف شاشات اقوى منها بمراحل. اتنين، معالج جيد جدا جدا ومن اقوى المعالجات اللي في الفئه السعريه دي، وهو الهيليو جي 99، معالج بيقرب من 600 الف نقطه تقريبا، وللناس بقى مهويس بابجي موبايل، فعندك هنا بابجي بتشتغل على 60 فريم طبيعي، مش هيكونوا 60 فريم يعني مسطره طول الجيم، هنتكلم في 50 فريم 55 فريم، يوم ما تضرب معاك الدنيا وتقل قوي يعني هتبقى 48 49 فريم، فكلام جيد على الفئه السعريه اللي احنا بنتكلم فيها دي، اللي خلاص دي بقت بتصنف تقريبا في اواخر الفئه الاقتصاديه، فرق العمله ضرب الفئات كلها. ثلاثة، ودي تقريبا الميزه اللي من وجهه نظري انا ممكن تخليك تروح تشتري الموبايل ده عشان هي بالتحديد، هي الكاميرات والتصوير، لان الموبايل ده بيقدم تقريبا واحده من اجمل واجمد الكاميرات في الفئه السعريه دي كلها. صحيح في الفئه دي كلها مش هنشوف كاميرات يعني خرافيه وتخطف عينك وبتاع، ولكن احنا بنقارن وبنفاضل بين الاسوأ والاحلى، فده تقريبا من احلى الكاميرات في الفئه كلها. سنسور رئيسي بدقه 50 ميجا بكسل، وسنسور الثاني بدقه 5 ميجا بكسل خاص بالالترا وايد التصوير الواسع، بيقدموا تجربه مرضيه جدا 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 على الفئه السعريه دي. أربعة، بطاريه 5000 ملي امبير اور، ادائها وتجربتها على الموبايل ده كانت جيده جدا وما زعلتنيش. وخمسة، انك هتاخد هنا تحديثات اندرويد بتوصل ل6 سنين قدام، يعني انت جايب الموبايل على اندرويد مثلا 15 معاك لحد ان شاء الله اندرويد 21، 6 سنين كاملين، فيعني ربنا يدينا ويديكوا طول العمر كده، لو الموبايل استحمل معاك والمعالج الضعيف ده كمل 6 سنين بحالهم، فهيفضل ينزل لك تحديثات زيك زي اي حد. بس للاسف عيوب الموبايل ده بالنسبه لباقي المنافسين بقت عيوب كارثيه، وعيوب كتير قوي 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 على الفئه السعريه دي. يعني مثلا انت بتتكلم انك هتدفع 11500 جنيه صح، واتفقت معايا ده النسخه 256، انت عايز اكبر نسخه. اول مشكله هتواجهك ان الصندوق او العلبه بتاعت الموبايل علبه فاضيه تماما، فانت تحتاج تدفع من جيبك كده ثمن شاحن 25 واط اصلي، او تشتري حتى شاحن انكر او من اي شركه إن كانت هتشتريها، هتدفع لك ما لا يقل عن 500 ل 800 جنيه كاملين، فدي تكلفه اضافيه. اتنين، شبكات سامسونج، وكلنا عارفين ان سامسونج وابل والشركات دي مش من اقوى الشبكات في الترددات بتاعت الشبكات، فانت
يعني هتعاني حبتين لو انت في مكان الشبكه فيها ضعيفه. لو انت بتدور على افضل شبكه في الفئه فيعني بلاش سامسونج، اسمع مني. 3 مفيش مستشعر مكالمات حقيقي. مستشعر المكالمات هنا سوفت وير مش هاردوير، فعرضه جدا للتهييس في المكالمات. في ريكوردات الواتساب تبقى بتسمع مثلا ريكورد وفجاه تلاقي الشاشه نورت، في مكالمه مثلا تلاقي وشك طفى الشاشه او طفى المكالمه، عادي جدا ووارد بسبب ان مفيش مستشعر مكالمات حقيقي. رابع عيب وهو ان كلنا صحيح متفقين ان واجهه سامسونج من احلى الواجهات في عالم الاندرويد، ولكن بالتحديد في الفئه السعريه القليله نوعا ما بتواجه صعوبه شديده جدا. اغلب الموبايلات اللي عليها الواجهه دي بتلاقي تهنيجات في الواجهه من مكان للتاني، تهنيجات في الانيميشنز، تهنيجات في الحركه، كل ده والموبايل ما كانش من تجربتي انا يعني عدى معايا اسبوعين، فانت ما بالك بقى لما يقعد شهر شهرين. واسالوا الناس اللي معاها الاي 16 ايه اللي حصل فيها دلوقتي. خامسا حواف الشاشه رخمه وكبيره قوي، حواف سودا في كل حته، خلاص ما بقتش مواكبه ل 2026 اللي احنا فيها دي، حواف الشاشه شكلها قديم قوي. 6 حاولت ادعبس كده وادور على مزايا الاي اي او الذكاء الاصطناعي اللي موجوده في الموبايل، للاسف مفيش اي ملامح لمزايا الاي اي في الموبايل كله، في حين ان شركات كتير وفي نفس الفئه السعريه دي برضو بيحطوا عادي المزايا دي. والله انا نسيت احنا في العيب رقم كام، 7 تقريبا. 7 الشاحن حتى لو هتجيبه ان شاء الله فانت اخرك في قدره الشحن 25 واط فقط، في حين ان لسه هنشوف شويه منافسين بنتكلم في 45 واط، هنا لسه 25 واط عند سامسونج. والميزه رقم والله ما عارف 8 تقريبا، مفيش هنا سماعات ستيريو سبيكرز، الصوت هنا مونو سبيكرز، الصوت بيطلع من جهه واحده فقط. فطبعا لعشاق بقى مشاهده المحتوى والفرجه على الافلام وبتاع الموبايل فانت هتاخد شاشه حوافها كبيره وفي نفس الوقت تجربه صوتيه غير محيطيه. فخلاصه الكلام في الموبايل ده، لو انت عايز تشتري النسخه ال 128 جيجا مساحه تخزين ب 9500 جنيه يا عم فزي الفل، ولكن هتطلع للنسخه 256 جيجا ب 11500 جنيه، فانصحك تستنى تشوف الموبايلات الثانيه اللي ب 12000 جنيه هتكون افضل منه بكتير، والفرق هيبقى 500 جنيه بس، ده اعتبرهم ثمن الشاحن يا عم. ولكن هتشتري موبايل بكل العيوب دي، ما عنديش في النهايه مزايا تخليك تشتري الموبايل ده غير بس هي نقطه الكاميرات والتصوير من وجهه نظري انا الشخصيه، غير كده كمل معايا. تاني شركه معانا على المسرح هنا هي شركه فيفو. فيفو عندها موبايل وحيد في الفئه السعريه دي وبرده كان نازل بسعر قليل وسعره رفع حبتين، وهو الفيفو الواي 31 دي الجديد. الموبايل ده فيه 4 مزايا رئيسيه ممكن يخلوك تروح تشتريه عشانهم. اولا هو المعالج بتاعه السناب دراجون 6 اس 4 جي جن 2، معالج محتاج قاموس لوحده عشان تقراه، ولكن خلاصه المعالج ده هو بيقرب قوي من الهيليو جي 100 والهيليو جي 99 والمعالجات دي ما فرقش عنهم كتير قوي، يعني نتكلم في فروقات 10% ل 15%، ففروقات لا تذكر في الاداء. 2 واحده من اضخم واكبر البطاريات في الفئه السعريه دي كلها، لو انت عايز موبايل بقى يقضي معاك ايه اليوم كله، عايز موبايل حمار شغل من الاخر، فده الخيار المثالي بتاعك. 7200 ملي امبير اور مع شاحن موجود في العلبه بقدره 44 واط، مش تحتاج تدفع عليه اي فلوس زياده. فتجربه الشحن والبطاريات هنا في الموبايل ده كان واحده من اكبر البطاريات اللي انا جربتها في الفئه دي كلها، وطبعا لينك المراجعه الكامله بتاعت الموبايل ده سيبها لك في الاي اللي فوق هنا. 3 الموبايل بيدعم مستشعر مكالمات حقيقي، دي انا بعتبرها ميزه لان 3 ارباع الموبايلات في الفئه دي كلها مش حاطه المستشعر ده اصلا. 4 واحد من اعلى معايير مقاومه الميه والغبار والاتربه في الفئه السعريه دي كلها، بنتكلم في الاي بي 68 والاي بي 69، الموبايل ده بيقاوم الغمر الكامل في الميه. خامس ميزه في الموبايل هي الاستيريو سبيكرز، الصوت ده بيقدم لك تجربه صوتيه محيطيه، الصوت بيطلع من تحت ومن فوق، صحيح ما خدتش اعلى تجربه صوتيه يعني في الفئه دي كلها، الصوت كان حاد حبتين، بس على الاقل الحمد لله جاي بستيريو سبيكرز. بس طبعا انتوا عارفين معايا الحلو ما بيكملش، اول عيب الشاشه هنا من نوع اي بي اس مش من نوع اموليد، واللي ما يعرفش ايه الاموليد دي فدي شاشه بتكون الوانها احلى، مزهزهه كده ومشبعه، سطوعها اعلى تحت اشعه الشمس، بتوفر اكتر في البطاريه، من الاخر شاشه احلى في كل الجوانب. تاني عيب بقى متعلق برضو بالشاشه ان الريزوليوشن او الجوده بتاعت الشاشه دي هي اي بي اس ماشي، حتى لو انت عديت العيب ده فهي الريزوليوشن بتاعها اخره اتش دي بلس بس، مفيش فول اتش دي، فانت ما تقدرش تتفرج على فيديوهات او افلام بكواليتي عالي هنا، اخرك بس اتش دي، ودي في 2026 وبالسعر ده بالنسبه لي غير مقبوله. 3 الموبايل وزنه تقيل نسبيا للناس اللي ما بتحبش الموبايلات التقيله، بنتكلم في 220 جرام، ولكن ده راجع طبعا لسعه البطاريه الضخمه، لازم نقدر الموضوع ده، بس انا ايه يعني لازم اقول لك عشان لو انت رايح تشتري الموبايل ده وما بتحبش الموبايلات التقيله فده تقيل نسبيا. رابع عيب مهويس بابجي، عندك هنا بابجي بتشتغل على سموث و40 فريم فقط، لكن لو عايز تلعب على 60 فريم هتضطر تقلل بقى الجرافيكس على الاخر لسوبر سموث، اقل جرافيكس في اللعبه خالص. والموبايل ده سعره للنسخه 8 جيجا رام و128 جيجا مساحه تخزين 11500 جنيه، اما النسخه الاعلى ودي 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام ب 12200 جنيه. بصوا بصراحه ما اكدبش عليكم، بالنسبه لي انا لو بشتري في الفئه السعريه دي ممكن ما اروحش الموبايل ده لان انا اولوياتي مش هتكون الكلام ده كله، ولكن الموبايل ده اللي يشتريه لو واحد همه بس عايز موبايل اعتمادي زي ما بيقولوا، شبكته كويسه، بطاريته كبيره جدا، واداؤه نوعا ما مستقر بس.
لا يهمك بقى مشاهده محتوى، ولا عايز كواليتي وريزولوشن شاشه، ولا عايز اقوى معالج للالعاب، كل الكلام ده ما يهمكش، خلاص يا عم ايه، فكك من اي موبايل تاني وتوكل على الله في الموبايل ده. ولكن غير كده وفي رايي الشخصي انا مش هشتريه، لان انا استخداماتي شويه فيها مشاهده محتوى وعلى شويه جيمنج والكلام ده كله، فاجل القرار بتاعي لحد الشركات اللي جايه. الشركه رقم 3 هو شركه انفينكس، واللي بتقدم واحد من افضل واقوى الموبايلات في الفئه السعريه دي كقيمه مقابل سعر، وهو الانفينكس الهوت 60 برو بلس. الموبايل بيقدم شاشه محترمه من نوع اموليد، هي كيرفت كده صحيح، ولكن في ناس ما بتحبش الكلام ده عشان الحمايه والكلام ده كله، ولكن عن نفسي بحب الشات دي اكتر في مشاهده المحتوى. ده غير ان سطوعه التلقائي تحت اشعه الشمس بيوصل ل 4500 نيتس و 4500 شمعه، والفعل منه 1600 شمعه بس، ولكن كافي جدا جدا انك تستخدم الموبايل ده في الشارع تحت الشمس الكلام ده كله، مع كمان بي دبليو ام او معدل وميض يحمي عينك من الاجهاد لو بتستخدم الموبايل لفترات طويله، بيوصل ل 2160 هرتز، فالشاشه هنا 10 من 10 ولا غلطه. اتنين، معالج محترم برضه على الفئه السعريه دي، وهو من شركه ميديا تك، والهيليو جي 200، معالج جيد جدا يشغل لك ببجي على 60 فريم ثابتين نوعا ما، زي ما قلت لكم هنكون برضه بنلعب في الخمسينات، ولكنه معالج من ضمن الاقوى. 3، بطاريه كويسه جدا على السمك اللي جايب الموبايل ده 5160 ملي امبير اور، مع شاحن سريع مرفق في العلبه بقدره 45 واط، فواحد من اسرع الشواحن في الفئه دي كلها، وبطاريه جيده. 3، الموبايل ده بيقدم لك واحده من انحف الهواتف اللي ممكن تشتريها في حياتك، بنتكلم في وزن 155 جرام، يعني وزن الريشه، مع سمك 6 مللي فقط. الايفون مثلا ده بيكون 8.8 من 10 او 8.4 من 10، هنا بتتكلم في 6 مللي سمكه يا جدعان ورقه. خامس ميزه وهو ان كل حاجه موجوده في العلبه، عندك سماعات، عندك الشاحن بتاعك، عندك الكابل بتاع الشحن، عندك حتى سكرين بروتكتور، وعندك جراب، كل حاجه في العلبه باكج كامله متكامله. 6، الموبايل بيدعم كافه المستشعرات الموجوده. بس عيوب الموبايل ده بالنسبه لي انا، اولا جوده الاستيريو سبيكرز اللي في الموبايل ده ما كانتش افضل حاجه، الصوت ضعيف شويه وبيفتقر لشويه البيز والكلام ده كله اللي هنسمعه او هنشوفه في موبايلات تانية جايه كمان شويه. 2، تجربه الكاميرات والتصوير هنا ما كانتش بالنسبه لي افضل حاجه، تصوير الموبايل ده يعني في المجمل كده سواء السيلفي او الكاميرا الخلفيه ما عجبتنيش المعالجه فيها قوي. 3، وان الموبايل ده في شبكات الواي فاي بالنسبه لي انا ومن تجربتي كان بيعاني على الشبكه اللي بتردد 5 جيجا هرتز، يعني انا عندي الراوتر بيطلع شبكتين واي فاي، واحده 2.4 جيجا هرتز وواحده 5 جيجا هرتز، ودي اظن اغلب الناس اللي عندها الراوترات الجديده هتلاقي الموضوع ده. في الشبكه السريعه ال 5 جيجا هرتز الموبايل بيعاني شويه في التقاطها، وفي نفس الوقت بيدي عليها سرعات قليله جدا جدا جدا، مع انها اصلا مخصصه للسرعات العاليه. ما اعرفش ممكن تكون مشكله سوفت وير محتاجه تحديث. بس سعر الموبايل ده وقت تصوير الفيديو للنسخه 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه تخزين حوالي 11500 جنيه تقريبا، طبعا انا سايب لكم الاسعار فوق بالدولار وبالدرهم الاماراتي وبالجنيه المصري. الموبايل ده سعره في الجون، لو انت ما تقدرش تطلع ل 12000 و12200 و12300 والكلام ده كله، فده هيكون واحد من افضل واحلى الخيارات اللي ممكن تشتريها. من الاخر لو انت ما يهمكش الكاميرات والتصوير في الموبايل، توكل على الله في الموبايل ده، هيقدم لك تجربه حلوه قوي وهترضيك، فطبعا مش هقدر اطلعه واحد من اقوى الخيارات اللي في الفئه دي. رابعا، والشركه اللي ناس كتير جدا بقت بتحبها الفتره دي وهيموتوا يجيبوا موبايلات منها، وهي شركه اوبو. اوبو عندها واحد فقط وهو الاوبو A6 4G، مش ال 5G اغلى شويه. مميزاتها برضو قريبه شويه من الفيفو اللي اتكلمنا عنه، بطاريه عملاقه بسعه 7000 ملي امبير اور، مع شاحن سريع جدا بقدره 45 واط موجود في العلبه، اعلى معيار مقاومه ميه واتربه IP69، شبكات خرافيه وممتازه، وستيريو سبيكرز، الموبايل ده بيدعم الصوت المحيطي، صوت بيطلع من تحت ومن فوق، فالتجربه هنا حلوه، واخيرا دعم لكافه المستشعرات الموجوده. بس عيوبه للاسف، اولا معالج ضعيف جدا 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 في الفئه السعريه دي، بنتكلم في السناب دراجون 685، معالج من زمان، من ايام مش فاكر والله الشاومي النوت 7 ولا النوت 8، المعالج ده خلاص بقى، لا العاب حلو ولا مهام يوميه هيبقى كويس، ليه بنستخدمه لحد دلوقتي؟ خلاص بقى، ما عنديش مشكله لو تستخدموه بس في الفئات الاقل، مثلا 5000 جنيه اخره، 6000 جنيه، انما ادفع فيه كام يا ربي؟ الموبايل ب 12000 وشويه، ليه يعني؟ 2، نوع الشاشه المستخدمه هنا IPS ضعيفه شويه، و3 بقى نفس الشاشه اللي الكواليتي بتاعتها ضعيفه او الوانها مش حلوه قوي دي، الريزولوشن بتاعها اخره HD بلس بس، مفيش برضه فول HD هنا. 3، وزن 215 جرام. و4، تجربه التصوير هنا مش يعني احسن حاجه، حلوه الجمله دي، تجربه التصوير هنا مش احسن حاجه. 6، هو استحواذ الشاشه من الواجهه الاماميه بيوصل ل 85%، يعني برضه في حواف سوداء كبير قوي حوالين الشاشه، واللي هتخلي تجربه مشاهده المحتوى هنا مش امتع حاجه. والموبايل ده سعره زي ما قلنا للنسخه 256 جيجا مساحه تخزين و8 جيجا بايت رام 12200 جنيه، فبالنسبه لي انا ورايي الشخصي المعالج ده لا، انا ما احبش امسكه بصراحه في 2026، فشركه اوبو
معذرة كده في الفيديو ده، مع السلامة، بره الترشيحات خالص. الشركة بقى رقم 5 و6 و7 واللي هم هواوي واتش ام دي وموتوريلا، ما حدش يقول لي بالله عليكم رشح لنا حاجة فيهم، لان انا اصلا مش لاقيهم في السوق المصري، ولا بشوف مثلا اطلاقات جديدة ليهم فاروح مثلا ادور عليها، ولا اشوف لها حتى تجارب، او حتى انا اشتري موبايل واجربه، مش لاقي اي حاجة عنهم يعني. واتش ام دي طبعا اللي هي نوكيا سابقا، عاف عليها الزمن دلوقتي. هواوي بسبب موضوع خدمات جوجل مش بتنزل غير الفئات الايه الغاليه قوي، هي اللي بتنزل الشرق الاوسط ومش بتنزل مصر بشكل كبير. فالثلاث شركات دول يعني لحد ما يظبطوا اوضاعهم في السوق ان شاء الله يبقوا ينورونا في فيديو الترشيحات بتاعتنا. فمع السلامه، بره الترشيحات برضه. جنب اوبو بقى يعني خليكم بعدها على طول، ما تعملوش زحمه جوه. تامن شركه واللي جايب موبايل بالنسبه لي انا هو ملك الفئه السعريه دي، وهي شركه شاومي، واللي عندها الشاومي ريدمي نوت 15 4G. بص بقى، افرد ظهرك كده واسمع معايا. الموبايل ده بيجيب واحدة من أروع وأجمل الشاشات في الفئة السعرية دي كلها. شاشة تاخد تقييم 10 من 10 مستريح، من نوع أموليد، داعمة ل 68 مليار لون. البي دبليو ام بتاعها أو معدل الوميض اللي بيحمي العين 3840 هرتز. سطوعها التلقائي تحت شاشة الشمس بيوصل ل 3200 نتس أو 3200 شمعة، ده غير الاستحواذ معدي 89%، فالحواف السوداء تقريبا شبه مش موجودة. فيا جماعة بنتكلم على واحدة من أجمل وأجمد الشاشات في مشاهدة المحتوى في الفئة السعرية دي كلها. عاشق بقى الأفلام، مسلسلات، يوتيوب بتاع الكلام ده كله، دي واحده من اجمل الشاشات اللي ممكن تمسكها. 2 معالج جيد جدا في الفئه السعريه دي، هو الهيليو جي 100 الترا، تقريبا نفسه زي الجي 100، زي جي 200 والجي 99 الترا والكلام اللي قلناه ده من شويه، هو الستاندرد بتاع الفئه السعريه دي. 3 تجربه تصوير جيده جدا 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 على الفئه السعريه دي، بكاميرا خلفيه بدقه 108 ميجا بكسل وكاميرا سيلفي 20 ميجا بكسل. الاثنين تجربتهم كانت جيده جدا جدا زي ما قلت لكم على الفئه دي. مش هتحس قوي انك فايتك كتير لو جبته ده مكان السامسونج، يعني مش هتحس انك فايتك فرق السماء والارض مثلا في التصوير، لا الفرق بينهم في التصوير يعني لو قلنا السامسونج احسن مثلا ب 10% 15%، فمش الفرق الضخم يعني، بالعكس ده في اوضاع تصوير كان بيتفوق فيها الشاومي على حساب السامسونج. 4 بطاريه ضخمه بسعه 6000 ملي امبير اور، وشاحن سريع مرفق في العلبه بقدره 33 واط، مش محتاج تشتريه او تدفع فلوس من جيبك، فتوليفه بطاريات وشحن برضه ممتازه. 5 خد دي عندك بقى ستيريو سبيكرز داعمين لتقنيه الدولبي اتموس، واحده من انظف تجارب الصوت في الفئه السعريه دي برضه كلها، فانت صوت وشاشه ممتازين يساوي مشاهده محتوى عالميه. واخر ميزه واللي تخص المستشعرات، الموبايل ده بيدعم الNFC للدفع لا تلامسي، وبيدعم الIR للتحكم في الاجهزه بتاعتك كريموت كنترول. بس عيوب الموبايل ده كلها كده تلخص في عيبين 2، يعني دول اهم عيبين ممكن يفرقوا معاك، لكن باقي العيوب ممكن تتغاضى عنها او تشوف المراجعه الكامله برضه من الرأي اللي فوق هنا. المهم، اول عيب هو ان مفيش هنا مستشعر مكالمات حقيقي، المستشعر هنا سوفت وير مش هاردوير. تاني عيب هي الهايبر او اس 2.0 من شاومي، الواجهه اللي نوعا ما برضو تقيله نسبيا على الفئه السعريه دي، مش من انعم واسلس الواجهات اللي ممكن تجربها. ما دون ذلك الموبايل ده للنسخه 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه تخزين ب 12100 جنيه، فواحد من احلى واجمد واقوى الموبايلات اللي ممكن تجيبهم على الاطلاق في الفئه السعريه دي. فطبعا مستحيل اطلع الموبايل ده بره الترشيحات، ده هيبقى من التوب 3 اصلا. تاسعا شركه اونر، وعلى اللي عماله تلعب في التسعير بتاع الاجهزه بتاعتها، ويلا هو حد هيراجع ورانا. والموبايل بقى اللي اونر حطاه في الفئه السعريه دي هو الاونر اكس 7 دي. الموبايل ده انا مش عارف والله هحطه لي في الفيديو، ولكن انا حطيته عشان بس اعرض قدامك مميزاته وعيوبه، لو انت كنت رايح تشتري موبايل زي ده فتخلي بالك الاول يعني، لان ما عندوش غير ميزتين 2. اولا وهي البطاريه العملاقه اللي بسعه 6500 ملي امبير اور، والشاحن السريع اللي بقدره 33 واط واللي موجود جوه العلبه. 2 تجربه الشبكات هنا من الاقوى في الفئه السعريه دي فقط. بس كده، بس خلصت، هي دي كده مميزاته، مش هنطول فيها اكتر من كده. ما هقول لك ايه تاني، هقول لك ان شاشته مش محصله حتى شاشه الIPS اللي هنحطها في العيوب، يعني انا مش عارف احنا دلوقتي قلنا في جزء مميزات وعيوب، طب عيوب العيوب بقى يعني دي نحطها فين؟ يعني الشاشه الاول احنا قلنا الIPS دي احنا بنقول عليها عيب فشاشه تعبانه، هنا بقى الشاشه TFT دي الشاشات بتاعت الموبايلات الرخيصه بتاعت زمان، فاهم يعني، مش بتاعت دلوقتي، بتاعت زمان. فتي دي تستاهل، عارف، عيب بنقطتين مش عيب واحد، عيب مزدوج. 2 الشاشه TFT التعبانه دي جايب ريزوليوشن HD بلس بس، فيعني ما جاتش عليها بقى. 3 تجربه صوتيه احاديه، صوت بيطلع من جهه واحده فقط. و4 معالج هو الضعيف جدا 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 السناب دراجون 685، فمعالج والله بيصعب عليا. لا استنى، مش كده وبس، الكاميرا السيلفي هنا 8 ميجا بكسل فقط، ادائها تعبان تعبان تعبان. بكام بقى الموبايل ده للنسخه 256 جيجا مساحه تخزين؟ ب 10500 جنيه، وانا عن نفسي والله ما ادفع فيه 6000 جنيه على بعض، ده تمام معايا. بس بالشاشه TFT ما ادفعش برضو المبلغ، ما اشتروا. بصوا
اونر مع السلامه مع السلامه، بره الترشيحات خالص، جنبهم بقى. ورقم 10 والشركه الاخيره معانا هي شركه ريلمي، واللي عندها موبايل وحيد في الفئه السعريه دي وهو الريلمي سي 85 العادي مش البرو. الموبايل ده بيميزه برده شويه حاجات كده ممكن تبص عليها بصه. اولا بطاريه عملاقه بسعه 7000 ملي امبير اور، وشاحن سريع جدا مرفق في العلبه بقدره 45 واط. هو واضح ان مجموعه بي بي كي اي تولوا النهج ده، يعني هي والفيفو والاوبو بطاريات كبيره وبتاع. وتاني اعلى معيار مقاومه ميه واتربه اي بي 69 كي، مقاوم للغمر الكامل في الميه وبيستحمل مضخات الميه وبتاع. 3 شبكات برده ممتازه. 4 دعم لكافه المستشعرات الموجوده، حتى مستشعر المكالمات هنا هاردوير مش سوفت وير. واخر ميزه واللي ممكن تكون بالنسبه للناس ميزه لا تعني شيء، وان الموبايل ده جايب ميليتري جريد بروتكشن، الحمايه العسكريه اللي بتخليه مقاوم للصدمات والسقوط والكلام ده كله، لو تهمك الميزه دي يعني. بس عيوبه اولا نفس المعالج الغلبان الكوالكوم السناب دراجون 685، شاشه من نوع اي بي اس، وبيقول لك ان الريفريش ريت بتاعها 144 هرتز. بس ابقى قابلني لو عرفت تستخدمهم او تشوفهم اصلا. بقول لك معالج يعني شغال بالعافيه، هيشغل لنا تردد شاشه 144 هرتز بالله عليك، احترم عقولنا يا رجل. ما علينا. 3 الريزولوشن بتاعها اتش دي بلس فقط. 4 مفيش طبقه حمايه معلنه على الشاشه. الموبايل ده مقاوم للصدمات والسقوط والكلام ده كله عشان الميليتري جريد بروتكشن والكلام ده كله، ولكن الشاشه مش مقاومه باي درجه من درجات الحمايه ضد الخدوش، لازم سكرينتك يا باشا اول ما تجيب الموبايل ده. 5 الجهاز جايب مونو سبيكرز، سماعات احاديه فقط، فتجربه المشاهده هنا تعبانه خالص. 6 حتى الكاميرات وتجربه التصوير هنا تعبانه برده، مش اقوى حاجه في الفئه السعريه دي. و7 واخيرا مفيش ان اف سي للدفع اللاتلامسي. والموبايل ده سعره للنسخه ال 8 جيجا رام و256 جيجا مساحه تخزين ب 11500 جنيه مصري. يا عم عمر اكيد طبعا ترشح لنا الموبايل ده. هقول لك اهو، ده انا مفضي له كرسي جنب اخواته هو اللي طلعوا. يلا مع السلامه شركة ريلمي بره الترشيحات المرة دي. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو الترشيحات بتاعنا لفئة ال 10000 جنيه ل 12000 جنيه. عايزكم بس تحت في الكومنتات الأول تكتبوا لي إيه الفئة اللي عايزيننا نتكلم عنها في الترشيحات الفيديو اللي جاي إن شاء الله، عشان إيه على حسب التفاعل بتاعكم هنعمل ده. خلاصة بقى الفيديو ده، أنا كعمر كده لو رايح أشتري موبايل في الفئة السعرية دي هشتري مين فيهم بالترتيب؟ وده رأيي الشخصي، ممكن أنت تكون اهتماماتك غيري عادي جدا، أنا بقبل اختلاف في وجهات النظر عادي جدا. بس أنا بالنسبة لي أولا هروح للشاومي الريدمي نوت 15 4G، ده بالنسبة لي خيار رقم 1، أكبر باكج ومميزات موجوده فيه هو. 2 هروح للسامسونج الجالاكسي الاي 17 عشان التصوير والكلام ده كله. 3 هروح للانفينكس الهوت 60 برو بلس. بس باقي الموبايلات بالنسبه لي مش هروح لها، انا ده استخدامي الشخصي، مش فارق معايا قوي اقوى شبكات ولا اضخم بطاريه. انت لو فارق معاك الكلام ده فهتروح بقى ممكن للفيفو الواي 21 دي والكلام ده كله، لكن انا بالنسبه لي هم دول افضل 3 موبايلات لو انا رايح هشتريهم ان شاء الله في الفئه السعريه دي. بس كل ده رايي الشخصي، المهم رايك انت، اكتبوا لي تحت في التعليقات شايف مين في الموبايلات دي يكسب ملك الفئه السعريه دي وليه. وفي النهايه ما تنساش اللايك بتاعك الجميل، وتشترك في القناه مش مشارك عشان يوصلك كل جديد بنزله اول باول. وانا عمر اشوف فيديو جديد، سلام.